أنواع الطلاق للضرر في القانون المصري مع شرح تفصيلي لكل نوع. أولا، الطلاق للضرر بسبب إساءة المعاملة. إذا ثبت إن الزوج بيسيء معاملة زوجته قولا أو فعلا، زي الضرب، السب والقذف، الإهانة المتكررة، التهديد، وإثبات ده بيكون عن طريق شهادة الشهود، تقارير طبية، محاضر رسمية. ثانيا، الطلاق للضرر بسبب الهجر. هجر الزوج لزوجته دون سبب مشروع مدة طويلة بيسبب لها ضرر نفسي أو اجتماعي، والهجر ده بيكون مادي أو معنوي. مادي اللي هو ترك المسكن، ومعنوي ترك المعاشرة الزوجية، وإثبات ده بيكون عن طريق شهادة الشهود أو محاضر إثبات الحالة. ثالثا، الطلاق للضرر بسبب عدم الإنفاق. امتناع الزوج عن الإنفاق رغم قدرته المالية، بيشترط ثبوت قدرة الزوج على النفقة، والإثبات بيكون عن طريق التحريات، مفردات المرتب، الشهود. رابعا، الطلاق للضرر بسبب الغيبة. غياب الزوج مدة طويلة بلا عذر أو تواصل مما يوقع ضرر على الزوجة، والمدة دي بتكون تقديرية حسب المحكمة وحسب ظروف الزوجة، والإثبات بيكون عن طريق شهادة الشهود، مستندات السفر، التحريات. خامسا، الطلاق للضرر بسبب الحبس. إذا حكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية لمدة 3 سنوات فأكثر، ويجوز للزوجة طلب الطلاق بعد مرور سنة من حبسه، الإثبات بيكون عن طريق صورة رسمية من الحكم الجنائي. سادسا، الطلاق للضرر بسبب المرض. إصابة الزوج بمرض معدي يمنع من المعاشرة الزوجية أو يخشى منه على الزوجة، والإثبات بيكون عن طريق تقارير طبية رسمية. سابعا، الطلاق للضرر بسبب الزواج بأخرى. إذا تزوج الزوج بأخرى وأثبتت الزوجة أن هذا الزواج سبب لها ضررا ماديا أو معنويا، مجرد الزواج لا يكفي لثبوت الضرر، لازم الإثبات يكون عن طريق شهادة الشهود والقرائن. نتيجة الطلاق للضرر بشكل مجمل: طلاق بائن، مؤخر الصداق، نفقة العدة، نفقة المتعة، قايمة المنقولات إن وجدت. أنواع الطلاق للضرر في القانون المصري مع شرح تفصيلي لكل نوع. أولا، الطلاق للضرر بسبب إساءة المعاملة. إذا ثبت إن الزوج بيسيء معاملة زوجته قولا أو فعلا، زي الضرب، السب والقذف، الإهانة المتكررة، التهديد، وإثبات ده بيكون عن طريق شهادة الشهود، تقارير طبية، محاضر رسمية. ثانيا، الطلاق للضرر بسبب الهجر. هجر الزوج لزوجته دون سبب مشروع مدة طويلة بيسبب لها ضرر نفسي أو اجتماعي، والهجر ده بيكون مادي أو معنوي. مادي اللي هو ترك المسكن، ومعنوي ترك المعاشرة الزوجية، وإثبات ده بيكون عن طريق شهادة الشهود أو محاضر إثبات الحالة. ثالثا، الطلاق للضرر بسبب عدم الإنفاق. امتناع الزوج عن الإنفاق رغم قدرته المالية،